ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل العرض التاني. ده العرض التاني اللي انا هعمله ان شاء الله على الجروب. طبعا انا نزلته بسم الله ما شاء الله، عجب ناس كتير وناس كتير حجزت معايا. الايام دي زي ما قلت لكم ان انا فاتحه العرض من النهارده، من كام يوم، يعني من 3 ايام فتحت العرض لحد يوم 1/1. الحمد لله ربنا رضاني الفترة ديت، والحمد لله لسه عندي حجز كتير. هشارك معاكم كل حاجة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بدأت. هنا كنت عاملة 400 جرام دي اسبونج. الاسبونج الشوكولاتة دايما ما برميش زي اسبونج الفانيليا، فانا قررت ان شاء الله البوكسات اللي هتيجي هعمل اسبونج فانيليا وهعمله 3 طبقات. ان شاء الله باذن الله. هي ال 400 جرام في الفانيليا بيطلعوا 3 طبقات، انما في الشوكولاته بيطلعوا طبقتين ومفيش يعني. تمام. فقررت ان انا ان شاء الله العرض اللي هيجي هعمله 400 جرام. هقول لكم بقى المقادير: 400 جرام، 4 بيضات، تلت كوبايه ميه، رشه فانيليا. تمام. و400 جرام دي اسبونج. طبعا بضرب المقادير السائله مع بعض كلها، اللي هو البيض والمحسن، معلقه محسن صغيره، والفانيليا والميه. بضربهم مع بعض الاول كويس لما يهيش. بعد كده بنزل عليه ب400 جرام دي اسبونج. تمام. هنا بقى الكريمه بتاعتي: لكل كوبايه كريمه كوبايه ونص ميه، عليها معلقه لبن بودره، عليها معلقتين سكر. تمام. هو عشان ما ادريش 3 طبقات، فانا خلاص هو قلت مش مشكله، هو عرض هعمله طبقتين وخلاص. انما اللي بعد كده ان شاء الله هزود طبقه، فهيبقى 4 طبقات. هينزل لكم ان شاء الله، ممكن هنزله لكم ان شاء الله باذن الله يا رب بكره. هيبقى عرض حلو باذن الله، لا بكره لا بعده، يعني ما اكدش عليكم بكره. تمام. طبعا الكريمه اللي فاضت حطيتها في كيس كده، وبدات اشتغل تاني. لكل كوبايه اهوت كوبايه كريمه كوبايه ونص ميه، زي ما انتم شايفين، عشان بقى هنعمل التورت. طبعا عملت الجاتوه ودخلته الفريزر هيتجمد بقى براحته، وهنبدأ شغل في التورت خالص لحد ما نخلصها. زي ما انتم شايفين كده معلقة لبن بودرة. والله يا ولاد انا خلصت خامات كتير قوي، ربنا يسهل. المهم هنبدأ كده، قلبتهم مع بعض كده وهبدأ اضربهم كده. ده الاسبونج طلع معايا. انا عايزه اوريكم ان الورق بتاع الامتحانات ده او الحاجات ديت ما بيحصلوش اي حاجه، عشان كده انا وريتكم اللقطه ديت. بتشيليه عادي ولا اي حاجه خالص، ولا كأنه كان موجود. تمام. يعني لو ما عندكيش ورق اسبونج وما فيش حد حواليك بيبيع ورق اللي هو ورق الاسبونج ده، اللي هو العادي، او بيبيع اللي هو الورق اللي هو ورق الزبدة، ممكن تستعملي الورق ده عادي وتمشي امرك. او في البيت مثلا بدل ما تشتري ورق زبدة عشان تورتيه مثلا واحدة، لا استعملي الورق ده. انا عامة ببقى استعمله لو مثلا ما عنديش ورق اسبونج، بستعمله. وبحب استعمله اكتر لما اكون هعلي حراف التورته، او هعلي حراف الجاتو. تمام. القعدة بتاعت الجاتو بيبقى متماسك وبيبقى حلو قوي، ما بيميلش او كده. انما ورق الزبدة لو مثلا علتي بيه، بحس كده ان هو بيدي شكل تاني خالص لاخر طبقة فوق، يعني بيخليها كده مش مظبوطة. فالورق ده بيبقى يعني خامته تخينة شوية فبيستحمل. تمام. وبعدين طالما هو موجود مفيش مشكلة. وورق على فكرة الكراريس يشتغل فيه، بس اهم حاجة ما يكونش مكتوب فيه، يعني الورق ده مش مكتوب من ظهره، مش مكتوب عليه من ظهره. تمام. ونضيف وزي الفل. وبرضو بمسحه كده بقماشة برضو عشان اطمئن برضو. وبشتغل بيه وزي الفل، يعني نضيفه زي الفل بجد يعني. هنا الحتة دي سبتها كده على جنب، مش عاوزها. بس على فكرة انا هطلع بها تورتايه. ببدأ كده اسقي حاجات بسيطة. ان شاء الله لو ربنا قدرني احاول اعمل معاكم الجناش
بالطريقة الاقتصادية اليومين دول بإذن الله، واعمل معاكم الشربات بإذن الله يا رب يعني. ببدأ كده اعمل التورتيتين مع بعض زي ما انتم شايفين، بس ايه حاجات بسيطة وببدأ احط. ببدأ كده احط، انا هعملهم 3 طبقات بس، هيفيض معايا 3 طبقات هعينهم. دول بقى احطهم في كيسة كده وهربطها كويس واحطها في قماشة كمان واحطها في التلاجة. تمام. ببدأ كده اسوي التورت. انا ما بستخسرش في التورت دي حاجة يا جماعة، انا بحط كريمة على قد ما هي عايزة. تمام. بظبطها اكنها تورتاية طالعة من عندي عادي يعني، مش معنى ان هي عرض ان انا اهمل فيها، ده بالعكس. ده العروض دي انا بهتم بيها اكتر، بتهيألي يعني زيها زي التورت، عشان خاطر في ناس كتير هتاخدها وان شاء الله هيجربوا شغلي وهيعجبهم فياخدوا مني تاني كده يعني، فاهمين قصدي. هنا بقى كنت ماشية على طول بقى بس نسيت يعني، فهبدأ امسحها كده عادي مفيش اي مشكلة، وهبدأ ظبطتها تاني. هنا بقى هعمل الجناش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وبدأت احط كده على الطرف وهبدأ اوزعه زي ما انتم شايفين كده. خلاص دي هركنها على جنب، اجيب التانية عشان احط عليها الجناش. انا عملتهم بالظبط نفس الشكل بتاع التاني يعني، ما عملتش اي اختلاف فيهم يعني. بدأت هنا كده اقطع شرايح زي ما انتم شايفين، خدت جزء كده قطعته شرايح وهبدأ ارص زي ما انتم شايفين كده. برص بقى شرايح كده على بعضها كده زي ما انتم شايفين. هعمل بقى اللي هو الاول هلمع عشان ما يسودش، لان التفاح ده من النوعية اللي بتسود شوية. هبدأ اعمل كده جناح العصفورة زي ما عملته معاكم كتير قبل كده. انا بصوا في الوقت ده كانت ايديا اساسا سايبة مش عارفة اشتغل، ما اعرفش ليه. فالبتاع ده العصفورة مش هيظبط معايا، بس يعني هو انا هظبطه والزقه كده بالملمع هيبقى زي الفل يعني، مفيش اي مشكلة.
بصوا اتكسرت مني بس يعني مفيش اي مشكله، هنلزقها وهتبقى زي الفل. هنعمل كمان واحده هنا، بس كنت بشيل ديت. هعمل كمان واحده. زي ما انتوا شايفين كده لمعتها برضو وهحطها. هعمل كمان واحده. حطيت هنا فراولية كده، والتانية هعمل فيها، كنت بفكر اعمل في دي ايه ورجعت قلت هعملها دي العصفورة تاني. زي ما انتوا شايفين كده، دي بصراحة تعبتني اوي مش عارفة ليه. هلمعها كده حلو، وحطيتها كده في الزاوية اللي هناك ديت. وهنا جبت اوريو وبدأت احطه كده على التورتاية، وهنا واحد كونو وهنا واحد كونو وتوتاية وهنا توتاية. تمام. هنا بقى على الطرف كده حبيت اغير يبقى الشكل ده غير الشكل التاني، فحطيت كريسبي كده بني. طبعا انتوا عارفين انا جايبه كميه حلوه يعني، فقلت استغلها في التورت. ده جوزة الهند بقى محمصاه طبعا على النار. زي ما انتوا شايفين كده. بحط شويه في ايديا كده وبلزقهم في طرف التورتايه زي ما عملت التانيين بالظبط. عملت دول. انا حابه ان العرض كله يبقى شبه بعضه، ما يبقاش فيه اختلاف. زي المحلات كده ما بيطلعوا عرض بيطلعوا الطرق كلها شبه بعضها. هنا بدأت كده اعمل روستات من تحت. التورتتين دولت خدوا كوباية وربع من الكريمة. تمام. وفاض معايا شوية الكريمة دول هشتغل بهم بكرة ان شاء الله. زي ما قلت لكم ان انا عندي حجز برضو بكرة. تمام كده. عملت ده جيلي شوكولاتة، وده جيلو كراميل، وبدأت اوزعه كده زي ما انتم شايفين. هوزعه حلو عشان نبدأ نقطع. طبعا هو لسه متجمد، فهبدأ اشتغل فيه وهو متجمد كده. قطعتها على 4.5. تمام. يعني 4.5. انا كنت هقطع على 3.5 ورجعت قلت لا خلاها 4.5 تبقى الخرطة حلوة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اقطع. انا كنت بس التعليمة الاولانية بداريها كده. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اقطع. زي ما انتوا شايفين كده هسويهم كده وابدأ اقطع 10.5 و10.5. تمام. هنا انا بظبط كده وبعلم 10.5 و10.5. هنا صبعي كده علم كده في قلب الشوكولاتة. بس مش مشكلة هندريها. مفيش اي مشكلة خالص.
هنا بقى الكريمة اللي فاضت معايا، طبعا كنت حطاها في التلاجة عما اخلص. بدأت اعمل روزيتات كده. طبعا ده مش هنحط عليه بقى شغل ولا الكلام ده. هنحط بس شوية كريسبي كده بني عليهم وخلاص. تمام. هجيب شوية كريسبي اهمت، هحط شوية كريسبي على كل واحدة كده، لان طبعا لو حطينا ترانسفير فده يختلف في السعر خالص. طبعا البوكس ده انا نسيت اقول لكم، البوكس ده ب130 جنيه زي التاني بالظبط. بس اختلاف يعني. في ناس تحب التورتيه كبيره وجاتوه حواليها. انا هطلعه 4 قطع على فكره. انا كنت ناويه ان انا اعمله 6 قطع. وقعدت مع نفسي بعد ما حطيتهم كده في العلبه. يعني انا هرصهم اصلا على اساس ان هم هحط 6 قطع. ورجعت قعدت مع نفسي كده. حسبت التكلفة وحسبت كل حاجة انا حطيتها وكده. لقيت لا، الموضوع هيبقى مكلف قوي. شلت 4 قطع هطلعهم مع التورتية التانية. تمام. يعني أنا بعد ما حطيت ال6 اهو، انا حطيت ال6 هرجع اشتلهم تاني. اسيب 4 بس وهشتال الباقي. تمام. هي الكرتونة هتقفل اهي ديت الكرتونة يا جماعة مقاسها 30 في 30. خدت التورتاية و6 قطع. تمام. شوفوا انا شلت قطعتين.